ها، وعايش كده مبلط في الخط وعايز 10,000 جنيه. طب النهارده لو وجد له وظيفة هيتوظف بكام؟ 300 جنيه. طبعا أنا متفائل يعني، أنا مش عايز أخليها ضل. 300 جنيه تمام. طب 300 جنيه لو هو حب يعيش ويشد الحزام على الرابع ويوفر من ال 300 جنيه هيوفر كام؟ لو افترضنا عايش في بيت أبيه، مش هقول لك يأجر سكن، ما أنت عارف السكن النهارده ب 600 وأنت طالع. ها، ده عندنا احنا، ما اعرفش بقى في بلاد تركب الافيال بكام، لكن عندنا 500 وانت طالع. لو نزلت بقى في ناحيه مصرف الكسرف ده هتلاقيها مثلا ب 300 350 ماشي. طب ده لو افترضنا هيوفر 200 جنيه من المرتب بتاعه علشان يتزوج، هيجيب ال 10,000 جنيه في قد ايه؟ اظن بقى مفيش جواز. ال 10,000 جنيه لما يجيب 200 جنيه في الشهر يعني 2400 جنيه في السنه، مش كده ولا؟ انا ما بعرفش حساب قوي يعني، مش 2400 في السنه؟ يبقى محتاج كام سنه عشان يجيب 10,000 جنيه؟ هيكون غول الاسعار بلع القيمه بتاعه القيمه الشرائيه للجنيه. ما انت عارف دلوقتي الجنيه بتاعنا كان زمان الجنيه بتاعنا بيشتري 3 تشويله جنيه سوداني. دلوقتي الجنيه السوداني ب 3 جنيه مصري. السودان دلوقتي اصبح الدخول لها هيبقى بالفيزا دلوقتي، لانها منجم ذهب، سواء كان من الثروات ولا من الأراضي المزروعة ولا من اليورانيوم اللي موجود فيها ولا من احتياط البترول اللي اكتشفوه، والصراع وقصة دارفور القصة الغبية دي اللي معروفة دي كلها صراع على اليورانيوم اللي الصين وفرنسا حطت ايدهم عليه، اللي هو عصب القنبلة النووية. ده موجود بكثرة جدا في السودان. خلاص، فالنهارده لما انت محتاج بقى كام سنه؟ محتاج قرابه 5 سنين تقريبا يكون ال 10,000 جنيه القوه الشرائيه بقت 7,000. تشتغل يا اخويا دور في الساقيه بقى، تشتغل في الساقيه وفي الاخر كله بيقل 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 وخلاص بقى تسلم امرك لله. فالنهارده ما فيش الدنيا واقفه كاسده تماما. فيبقى العبد اذا اراد ان ينجو من هذه الدنيا عليه أن يعتمد على الله عز وجل بقلبه، هو مالك الدنيا والآخرة. يبقى إذا منعك حسن الظن يقتضي أن أقول إنما منعني ليرحمني. زي ما قلت لك البنت دي ممكن تطلع بنت عامية ما فيش حد يتزوجها، وانت تموت وفي نفسك غصة. طب الكوم اللحم ده هسيبه لمين؟ طب مين اللي هيعتني بيها إذا أنا مت؟ لدرجة ان في بعض الناس يعني في ديوان الحماسة في بعض مقطوعات الشعر رجل يتمنى موت بناته لأنه يخشى عليهن من العم الذي لا يرحم ومن الغريب الذي لا يرحم، فكان يتمنى أن تموت البنات في حياته. وإيه الأشعار؟ أنا الحقيقة مش مستحضرة، بس أشعار تفتت الكبد، وهو صعبان عليه البنات وعمال يبص لهم ماذا يفعلن من بعد. فأهل الذين يتعلقون بقى بالشرع ويقولون هذا من يعني ايه من رحمة الله بي أنه لم يرزقني. إنما المتسخط دائما يقدر دائما الخير ويقدر أنه سيصله بلا أي تعب، ولذلك يقدر فوات حظه ويندب نفسه. الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى. إذا قمت بالعبودية كما ينبغي أعطاك ما يصلحك لا ما تريد، وهذا ما ينبغي أن يتفطن المرء إليه. أعطاك ما يصلحك لا ما تريده. ليه؟ لأن المرء قد يريد تلف نفسه. هو الجماعة بتوع قارون دول لما طلعوا وقارون حب يستفزهم كده بعد ما نصحوه، انتوا يا شوية غجر هتنصحوني وتقول لي ما مش عارف ايه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. طب انا هعرفكم جميعا. قام راكب البتاع بتاعته وراه كام جحش وقدامه كام جحش، وراكب فرس بقى والموكب المهول بتاعه الكلام ده، وطلع ايه وخرج على قومه في زينته. يقصد ايه؟ يكسر قلب المؤمنين ويكسر قلب الفقراء. اهل الدنيا الذين يتعلقون بالدنيا خرجوا على الصفين عشان يتفرجوا على قارون، وكل واحد في نفسه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. دم ده عياله
إنه لذو حظ عظيم. هو ده اللي عايش يا عم، لكن إحنا اللي عايشين في الجحور وهنفضل في الجحور، مكتوب علينا الشقة في الدنيا والآخرة كمان وبتاع ويندمون حظهم. أهل العلم أهل البصر قالوا لهم ويلكم. تشوف الفرق ما بين موعظة أهل العلم لقارون وموعظة أهل العلم للعوام، الفرق كبير بينهم. أهل العلم لما كلموا قارون قالوا له إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. شو إن الله لا يحب المفسدين. طيب شوف طالعين إزاي، الشدة بتاعتهم جت في الآخر خالص، وجت إيه لحسة كده، مش قالوا له يا مفسد، لا، ترقوا من الرقة الشديدة إلى النفس القوي، إن الله لا يحب المفسدين، تحس إنها طالعة كده. فترفقوا بيه ليه؟ متعجرف، ومش عايزين يعني يحركوا مارد الكبر الذي يقبع في بين جنبيه، فعمالين يتلطفوا بيه. إنما العوام أول ما أهل العلم اتكلموا قال لهم ويلكم. يعني بادئين بالشدة مع العوام، لأن العامي يرعوي أصلا ما عندوش حاجة، وبعدين العامي إذا خوفته يخاف. عشان كده الإمام سفيان الثوري الإمام أحمد قال لك الأحاديث التي وردت فيها تهديد وشدة سيبها زي ما هي، لا تؤولها، إذا أولتها فقدت شدتها. واحد ما بيصليش ما تقولوش يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك الصلاة كافر. أي نعم، كفر دون كفر، ضيعت القضية. ما أنت لما تقول كفر دون كفر وهتطلعه في الآخر مسلم وتقول إذا جحد فهو كذا وإذا لم يجحد فهو كذا، إذا تركها كسلا، خلاص أنت الآخر طلعته مسلم. هيقول لك لا يا عم احنا الحمد لله مؤمنين ما بنصليش صحيح، بس الحمد لله الأشياء معدن وربنا هيكرمنا إن شاء الله، تمام. طلعته في الآخر مسلم، يبقى إيه اللي هيحركه بقى ويزعجه إن هو يصلي؟ لا، قول له تارك الصلاة كافر وسيبه بقى ياخد تكافر زي ما عايزها. ما تقعدش تفصص في المسألة ديت. ليه؟ لأنك إذا يعني فصلت في مسائل الوعيد ضعف الوعيد في أذن المستمع، فسيبها زي ما هي كده. فأهل العلم أول ما بدأوا من العوام بدأوا بالشدة، مش بدأوا بالإيه؟ بالرخاوة. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. المهم الجماعة اللي بيقولوا أمه ده عياله ده قالوا إيه بقى؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يعني العالم مش جد برضه. يعني حتى كلمة كأن دي تشعر إن العالم دول حتى الإيمان مش في قلوبهم يعني راسخ وجامد كده، ده زي ما يكون صح، زي ما يكون ربنا بيفرق برضه كده، عايزين يقولوا كده كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فما يعرفش إن هذا رحم إلا بعد ما يرى عبرة غيره. أهل الإيمان مش كده بقى، أهل الإيمان لا يفعلون هذا أبدا. عشان كده إذا ابتلي المرء بلاء على قدر ما عنده من الإيمان، إذا إيمانه كان ثخينا وكان قويا يوم يحسن الظن بربه وأنه ما فعل إلا لخيري وأنا لا أدري ما تحت شراك نعلي من الخير والشر. وكم من إنسان يدعو الله لتلف نفسه وهو لا يدري. فعشان كده إذا علمنا علما يقينيا مش نظريا أن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، يوم الإنسان ينظر إلى أفضل ما يرضي ربه عز وجل ويفعله. ساعات بعض طلبة العلم مثلا يقول لك أنا يترك الثغر خاليا في مكانه في بلده ويقول لك أنا هطلع بره علشان أجيب لي قرشين أقتد بهم ويبقى معايا مالية وأقعد أدعو إلى الله عز وجل بس يكون معايا فلوس. أكثر الذين قالوا هذا من تلامذتي ومن تلامذة غير من المشايخ ممن أعرفهم ذهب ولم يعد. لما رجع لقى الولاد اللي كانوا بيلعبوا بيجروا ورا عربية الرش في الشوارع هم المشايخ. هو سايبه عيل سنه 4 سنين طلع بره عشان يجيب الدنيا
وترك الثغر خاليا، والثغر كان في أشد الحاجة إليه في ذلك الوقت. رجع بعد 20 سنة